قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي الناس كلها بتتكلم عنه، يا ترى هيكون فيه إيه جديد وإمتى هيتطبق؟ يلا بينا نعرف. السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. أولا هو لسه ما بقاش قانون، هو مشروع بقانون. وقلنا قبل كده معنى مشروع بقانون إن هو لسه ما توافقش عليه، هو لسه في مجلس الشعب بيتناقش. أول ما يتناقش ويتوافق عليه هيتنشر في الجريدة الرسمية وهيتطبق في اليوم التالي لنشره. وده ما هوش تعديل لقانون الأحوال الشخصية، ده قانون جديد للأحوال الشخصية. وقانون جديد للأحوال الشخصية هيلغي قوانين الأحوال الشخصية القديمة كلها، وهو بس اللي هيتطبق. القانون ده بيستمد نصوصه من مذاهب الفقهاء الأربعة: الشافعية والحنفية والمالكية وابن حنبل، بعكس القانون أو القوانين القديمة اللي كانت بتستمد من المذهب الحنفي فقط. ويلا بينا نعرف ايه اهم حاجة جديدة في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد. اول حاجة القانون اتكلم عنها حاجة مهمة جدا، اللي هي حضانة الاب لاولاده. حضانة الاب لاولاده في القانون الجديد، الاب هنا المرتبة الثانية في الحضانة، المرتبة الاولى هي الام. طيب لو سقطت الحضانة عن الام، هنا بتنتقل الحضانة للاب، هنا الاب في المرتبة الثانية على طول. ده بعكس القانون القديم اللي كان من الصعب جدا ان الاب يحصل على حضانة اولاده. الحضانة بتسقط عن الام ازاي؟ بتسقط لاي سبب من الاسباب، مثلا انها تزوجت من اجنبي بعد الطلاق، هنا بتسقط الحضانة والاب بياخد الحضانة. طيب تاني حاجة اتكلم عنها القانون، اتكلم عن الاستضافة والرؤية. اولا بالنسبة للاستضافة، في القانون القديم الاستضافة دي كانت شبه تقريبا مش موجودة وكانت المحاكم بترفضها الا في حالة واحدة بس، اللي بيكون في اتفاق من الاول عليها ان في استضافة. مفيش اتفاق يبقى مفيش استضافة. القانون الجديد هنا اقر الاستضافة، والاستضافة هتكون يوم او يومين او 3 في الشهر للاب. كمان اتكلم عن الرؤية كان فيها مشاكل كتيرة، القانون الجديد هيحلها. طيب ايه هي المشاكل؟ المشاكل ان كان الاب بيرفع دعوى رؤية ويروح عشان يشوف ابنه او بنته، ويروح يستنى والام ما بتجيش بالصغير، ومرة واثنين وثلاثة، وكان الحاجة الوحيدة اللي يقدر يعملها ان هو يقدر يرفع عليها قضية تعويض. وده كان ده مش حل رادع للام اللي بتمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية لصالح الاب. فهنا القانون الجديد هيخلي الام اللي هتمتنع عن تنفيذ حكم الرؤيه انها هيسقط عنها الحضانه، ومجرد سقوط الحضانه طبعا الاب يقدر يحصل على حضانه الصغير. طيب كان بالعكس بقى، ان في اب بيرفع دعوى رؤيه وبياخد حكم، وبيخلي الام تلتزم انها تيجي كل مره وهو ما بيجيش عشان ما يترفعش عليها قضيه تعويض. هي بتيجي وهو ما بيجيش مره واثنين وثلاثه واربعه ومفيش رادع له. هنا القانون الجديد قال لك ان هو لو ما جاش عشان ينفذ حكم الرؤيه لمده 3 مرات، فهنا حق الرؤيه هيسقط عنه. وده الجديد في القانون الجديد. كمان حاجه ثالثه بالنسبه للرؤيه، في اب يرفع رؤيه رغم ان هو ما بيدفعش نفقه، ما بيصرفش على عياله، ورافع وواخد حكم رؤيه. لا، هنا القانون الجديد قال لك مفيش رؤيه لمن لا ينفق. برضو القانون الجديد اتكلم في عمل صندوق تأمين للأسرة، عمل وثيقة أسرية إجبارية، زي ما بتروح ترخص العربية بتاعتك كده بتدفع تأمين إجباري، برضو اللي هيجي يتجوز هيدفع زي التأمين الإجباري. الصندوق ده هيصرف على إيه؟ هيصرف على نفقة الزوجة، على نفقة الصغار في حالة الطلاق. النقطة اللي اتكلم عليها بعد كده المشروع القانون الجديد، الزواج العرفي. الزواج العرفي اللي موجود أصلا هيتقنن، القانون هيقننه، هيبقى فيه إثبات للزواج ده. أما الزواج أو العقود اللي هتبقى بعد تطبيق القانون مش هيعترف بيها خالص، هتبقى كأنها مش موجودة. الحاجة الوحيدة بس اللي هتقدر تستفيد بيها بالجواز العرفي هنا هو إثبات النسب. القانون كمان اتكلم عن الزوج اللي بيجي يتزوج على مراته. الزوج اللي بيتزوج على زوجته هنا مضطر ان هو الزمه ان هو يخطر زوجته ان هو هيتزوج باخرى، وهنا الزوجه بيبقى لها الحق اما ان هي تكمل في الزواج او انها تطلب الطلاق، ويبقى من حقها طلب الطلاق وتتطلق. طيب كمان مفيش طلاق شفهي خلاص، وده كانت النقطه اللي عليها الخلاف. ويقال ان هو الازهر وافق عليها، انا ما عنديش معلومه عن القصه دي، لكن هو بيتكلم ان مفيش حاجه اسمها روحي وانت طالق، لا انا رديتك، مفيش الكلام ده. الطلاق هيكون متوثق عند المأذون، والعوده كمان متوثقه زي الزواج الجديد بالظبط. طيب في كمان بالنسبه بقى اللي هيطلق بدون توثيق الزواج او بدون علم الزوجه،
الزوج اللي يطلق زوجته بدون علمها، هنا الطلاق مش هيرتب اي اثر للطلاق، مفيش اثر للطلاق هيترتب طالما هي لسه ما تعرفش. كمان القانون اتكلم على سن الحضانه. سن الحضانه هيفضل زي ما هو، اللي هو 15 سنه للولد و15 سنه للبنت، وعلى بكل ما يترتب عليه. 15 سنه للولد و15 سنه للبنت، هو 15 سنه هو سن المخاصمه القضائيه، ان الصغير بقى هو اللي يقدر يتقاضى مع الاب مثلا. ما بقتش الحاضنه هي خلاص بصفتها حاضنه، لا هو خلاص الصغير بوصول 15 سنه خلاص ما يبقاش فيه مسكن حضانه، ما يبقاش فيه اجر حضانه. كل اللي بيترتب على انتهاء سن الحضانه هيفضل زي ما هو. ده كان عرض سريع لمشروع القانون اللي بيتناقش حاليا لسه في مجلس الشعب. بمجرد ما القانون ده يتناقش في مجلس الشعب ومجلس الشعب يوافق عليه، هيتنشر في الجريده الرسميه وهيتنفذ في اليوم التالي لنشره. طب الكلام ده هيكون امتى؟ هيكون خلال ان شاء الله الشهور القريبه اللي جايه، يعني شهرين ثلاثه ان شاء الله، وهيكون القانون ده في حيز التنفيذ. سلام.